هذه هي الطريقة الحصرية تستخدمها في هذا البرنامج. تشتغل هذا كله في VR راح يطلع معك الرقم شغال 100%. نضغط على خيار اتصل بي، ننتظر حتى يوصلنا اتصل بي. بالأعزاء، حفظكم الله أينما كنتم، وراكم برعايتي شرح جديد طريقة الحصول على رقم أمريكي من برنامج أرفليتل. الشرح إن شاء الله يكون اليوم هادئ ومريق. خذ لك كوباية شاي وكوباية قهوة وخلينا نكمل الشرح معا. لا تستعجلوا للسرعة في البرنامج في الشرح، خليك متابع الشرح حتى تصل لنهاية هذا الفيديو، وإن شاء الله تنجح معك الطريقة. أول ضغطة نضغط على برنامج أرفليتل، نضغط عليه ضغطة واحدة يحولك إلى الواجهة. خليك من هذا الخلفية وخليك من هذه الخلفية، اللي يهمك هو خلفية واحدة وهي الأولى. تضغط على الأولى، بعد ما تضغط عليها راح يحولك البرنامج إلى خيار ساين اب. ننتظر. نضغط على الخيار الأول، كما ترى أعطانا السماحيات، نعطيه السماحيات بالوصول إلى كل شيء. الآن كل ما يهمنا نضغط على خيار ساين اب، كل ما يهمنا الآن نضغط عليه وننتظر. هنا معك عزيزي المشترك متابع حساباتك الخاصة بك، هنا يقول لك الحساب الأول والثاني والثالث والرابع. شوف، أنت لازم عزيزي المشترك متابع أن تتبع يعني خوارزمية البرنامج. البرنامج إذا سجلت بحساب، فإذا سجلت به مرة أخرى في البرنامج ما راح يعطيك رقم. لماذا؟ إنك أنت تكون الشخص نفسه، لكن سجل بحساب ثم انشئ حساب آخر وسجل. كيف تضيف حساب؟ تضغط على إضافة حساب، تضغط على إضافة حساب، تضيف معك الحساب وتسجل. الآن لدي هذا الحساب جديد، أنا نضغط عليه ضغطة واحدة. الآن يلف معنا وننتظر. كما ترى أمامك كل ما تشاهد عينك هو في الشرح اليوم. الآن لديك الخانة الأولى والخانة الثانية والخانة الثالثة، 3 خانات لديك، واللي يهمك هي ضغطة واحدة. نضيف اسم في الأول، ثم اسم في الثاني، ثم اسم في الثالث. حتى لو قالك إيميل أعطوا اسم راح يسجل معك البرنامج. كم اسم في الأول والثاني والثالث، بدون أي مشاكل. تعطي أسماء 3 من أي اسم يتكون، يكون مزاجي أو أي شيء، حتى اسمك، حتى اسم أي واحد. تعطي في الاسم الأول والثاني والثالث 3 أسامي، ثم تضغط على سيف في الأعلى، تضغط عليه. لا تضغط على هذا، لأنك لو ضغطت على هذا يمكن البرنامج يكون يعني مش عارف بدلك بلدك، مش عارف اسمك ولا شيء. تضغط على سيف في الأعلى، نضغط عليها، سجل معاه بدون مشاكل. الآن لديك خانة الرقم، كما ترى الرقم ظاهر معك، الرقم ظاهر معك. هنا خانة الرسائل، وهنا خانة الاسم والإيميل، وخانة الدفع، وخانة كل شيء يعني. خانة الدفع، ادفع. كما ترى يريد مني دفع، أقول لدي بطاقة الدفع. وهنا التحديثات مدري إيش عن البرنامج. الآن كل ما يهمنا خانة الرقم، نشوف إيش هو الرقم. نضغط عليه، نذهب إلى الواتساب أعمال، أعطيني داء الدولة 1، رقم 469 5 6 6 9، عفوا 5 6 5 9 5 9 5 1 0. نختار رقم مصر. شوف الرقم هو أبناء 4 6 موجود في بدايته، بعده 5 6 5 موجود، 9 5 1 0 موجود. نضيف التالي. كما ترى أقول لك هذا الرقم هذا مستخدم، يعني هذا الرقم مستخدم. نرجع الآن، نحن بس نريد هذه الكلمة. ما هي الكلمة التي تظهر؟ خلينا نشوف الرقم مستخدم أم لا. رقم الهاتف هذا مستخدمان حاليا في واتساب ماسنجر، يمكن كاستخدامه في واتساب الأعمال. هل حتى تودي نقل الواتساب أم لا؟ نقول تعديل، نحن خرجنا من البرنامج. لا يهمنا، نذهب هنا نلصق الرقم، نسأل الدولة 1، نعطي التالي، نعطيه موافق، نعطي تعديل، نعطيه التالي، نعطيه
موافق ننتظر حتى ينتهي معنا الوقت نضغط على خيار اتصل بي. متبقي أنا عزيزي المشاهد المتابع 18 ثانية. الآن نرجع للبرنامج نعطيه السماحيات، يعني أعطوا السماحيات بالوصول إلى كل شيء عشان تستلم المكالمة الصوتية. تبقي 4 ثواني تخلص هذا، ثم اضغط على خيار اتصل بي. نبقى لما تلقى الكود يا اتصل بك، ارجع للبرنامج نرجع عليه شوف ايش يعطينا. كما ترى لما اتصل بالبرنامج ارجع من جديد. إذا مسلك المكالمة ترجع من جديد، تحاول أعطانا دقيقتين أشوف السماحيات وأرجع لكم. المكالمة وصلت. محظور مقفل، أريد منا حساب، كلمة سر، باسورد، ونحن ليس لدي هذا، لكن كما ترى وصلت المكالمة بدون أي مشاكل. هذه الخطوات الصحيحة لتفعيل رقم من هذا البرنامج. إذا اتبعتها أنا أضمن لك رقم ودائم. وصلك الكود وسمعت الكود معي أو سمعته، لكن سمعت المكالمة حين وصلت. هذه المكالمة هنا 17 ثانية 17 دقيقة، وهذا الحساب يقرأ الرسالة لو استعنوا بالبريد الإلكتروني أثناء كل بخطوتين. سوف تتمكن من إعادة تعيين رقم هاتفك الخاص بك عبر البريد الإلكتروني. بدلا من ذلك يمكن خلال 3 أيام يمكننا أن نستخدم هذا الرقم في الواتساب. نكون وصلنا بكم إلى نهاية شرحنا اليوم. أتمنى منك الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصل كل ما هو جديد. عزيزي المتابع، تعبان والله شرحنا تعبان. لا تنسى ضغط زر اللايك عزيزي المتابع، اللي يهمني منك اللايك والاشتراك فقط. إلى اللقاء. تعبان والله عزيزي المتابع، لا تلومني في التعليقات ما سمعت صوتك ولا شيء، لكن تعبان صدق أمانة. إلى اللقاء.